قال عنه المدرب ارتيتا إنني قدوة حقيقية وصاحب عقلية لا تصدق، والجميع في الفريق بيحبوه. التصريح ده هنقف عنده كتير خلال الفيديو ده، ولكن نكمل تصريح المدرب الأسطوري لفريق الأرسنال أرسن فينجر لما قال عليه: أنا سعيد جدا بمحمد النني لأنه هو بيشكل إضافة قوية للفريق، بيدافع بشكل جيد وبيمثل وقود لمحركات الفريق. النني يعكس صورة رائعة لمصر، فهو شخص متواضع أتمنى العمل معه يوميا. هو يريد التطوير من نفسه باستمرار، لذلك أراه من أفضل اللاعبين في نادي أرسنال، عشان يفتح لنا مجال في الحديث عن شيء مهم جدا، وهو مين أفضل محترف في التاريخ. هتقول لي يا عم انت بتقول ايه، محسومة لصلاح يعني؟ ولو انت من قبل 6 سنين في ناس هتقول لك ميدو او عمرو زكي او احمد حسن، يعني في اسماء قوية يعني. اقول لك عندك حق، ولكن كلامي هنا على لاعب هو الافضل في تاريخ مصر يا صديقي من حيث العقلية والمنتاليتي. فبكده وبكل بساطة اقدر اقول لك وبدون اي منافسة: محمد النني لاعب قد يراه البعض صاحب امكانيات محدودة، ولكنه بعقليته ومواقفه وادائه قدر يلعب لاقصر فترة واكتر وقت ممكن في لندن في اقوى فرق العالم، وده بيرجع للسبب الاول والاهم وهو العقلية. لاعب قدر يحصد حب المدربين بشكل كبير جدا في منظومة الارسنال، وده ظهر بشكل كبير جدا وواضح في التصريحات اللي ذكرتها في بداية الفيديو. وكمان لاعب راح وخد دورات تدريبية في اعداد اللاعبين الشباب تحت رعاية الاتحاد الاوروبي لكرة القدم. متخيل الخطوة اللي خدها وهو لسه لاعب في فريق بحجم الارسنال ولا لا؟ عشان بعد مرور عام واحد فقط من حصوله على الدورة التدريبية يعلن رسميا شراؤه لنادي باسمه في لندن لرعاية واكتشاف المواهب الشابة، عشان يؤكد على نضجه الكبير والطموح الحقيقي للاعب المصري. طب هل النني تنازل بقى وخد على أفاف أوروبا وقال لهم سمعا وطاعة عشان يسيبوه ويفرشوا له الطريق ورد عشان ينجح؟ لا، النني منسيش انه عربي مسلم صاحب قضية وموقف، ومفيش مشكلة او قضية تخص وطنه او امته الا وكان اول واحد مناشد وداعم ليها بشكل مستمر. وطبعا القضية الفلسطينية في دم محمد النني لما اعلن دعمه الكامل لفلسطين، وما كانتش المرة الاولى ولا الاخيرة لمحمد النني. وطبعا لمعلومات مؤكدة من البي بي سي البريطانية، لم يتم إنارة ملعب ويمبلي الشهير بإعلام الناس إياهم بعد الموقف والتصريح الواضح جدا من محمد النني والتراجع عن القرار عدم الفتنة داخل الفريق وخلق صراعات النادي في غنى عنها، عشان يتحول من لاعب غير مرغوب فيه ولاعب يتعرض للتنمر ليل نهار لقدوة للكثير من الشباب، وكمان إنسان عربي مسلم ناجح في لندن بدون الخضوع لثقافتهم وافكارهم ومعتقداتهم. النني كان بيتعرض لهجوم شديد جدا من مشجعين بلده. ايوه والله، في اوروبا كانوا مبهورين بالنني، وفي مصر كنا بنقول عليه ازاي لاعب زي ده يلعب في انجلترا، دي ارزاق والله يا جدعان. عشان النني يطلع ويقول مش بيفرق معايا الكلام السلبي، انا لاعب محترف عندي حلم وعندي هدف وطموح هحققه باذن الله، واللي عاوز حاجه يقولها. النني بدأ حياته مع الكورة بمعاناة شديدة جدا، وكان بيصطحب والدته من المحلة الكبرى للقاهرة من 3 الفجر عشان يوصل للنادي، وكان وضعه الاقتصادي لا يسمح بركوب القطار وقتها. النني قال في تصريحات لمواقع أجنبية: الفضل في اللي وصلت له من نضج وعقلية كبيرة بيرجع للنادي الأهلي، بيتي اللي اتربيت فيه وأسس جوايا روح الانتصار. دايما كنا بنتعاقب في الناشئين لو كسبنا 7-0 ولم نستطيع تسجيل المزيد من الأهداف، فالأهلي هو صاحب الفضل في اللي وصلت له. وده كان تصريحاته عن الأهلي. النني بقى انتقل من ناشئين الأهلي لناشئين المقاولين العرب سنة 2008، ولعب فريق أول مع المقاولين في 2010، وانتقل لبازل السويسري في تجربة احتراف في 2013، وخرج النني ولم يعد، وخرج مع محمد صلاح من نفس النادي لنفس النادي. وفي 2016 بقى النني راح من بازل السويسري أرسنال الإنجليزي بخطوة كبيرة ومرعبة حرفيا وليها مخاوف كبيرة، ولكن النني فضل واستمر مع الأرسنال وبقى واحد من كباتن الفريق. اللحظة اللي قال عليها إنها زي الحلم، جنون، أمر لا يصدق، عشان يا سيدي يستمر مع فريق الأرسنال من 2016
حتى الآن بدون التنازل عن مواقفه أو عن معتقداته، عشان يسطر سطر مهم جدا في كتب التاريخ الرياضي كواحد من أعظم المحترفين وأنضجهم في تاريخ كرة القدم المصرية والأفريقية. وهنا بقى انتهت حكايتنا عن محمد النني. ما تنساش تدعمنا بلايك وشير للفيديو عشان يوصل لغيرك، وتتابعنا على فيسبوك لو انت بتتفرج عليا ومش عامل لي فولو، تشترك في القناة على اليوتيوب. اشوفكم في فيديو جديد.